اللي ما عنده أخت يا ميلة البخت، مسكين شو ضاعت منه معاني. أختي يعني أنا بس بشكل تاني، توأمي بالروح، ما بهم فرق العمر لأنه بتفهمني بثواني. نبض القلب أختي، بلسم روحي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد. وش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس، ان شاء الله تكونوا كامل في احسن الاحوال وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. على بالي باللي صمتها ومرقتها، على بالي باللي طولت بزاف عليكم، بصح الله غالب البنات والله يعني حاجة يعني فوق اليد. شوفوا كي تجيك في الصحة خلاص ما عندك واش ديري، ما عندك واش تقاومي، الله غالب. البنات كنت هذه المدة يعني فترة كانت جاتني وعكة هكذا صحية، ما نكذبش عليكم. وريحت لاباس الحمد لله. وهذا اليومين تكاسلت باش نرجع لليوتيوب، ما عبايش علاش، شغل كيما نقولوا ريحت ومن بعدها استحليت هذيك القعده. المهم البنات هذه الفتره اللي كنت غايبه فيها يعني والله ما نسيتكم، صورت لكم وش درت يعني في الدار، حوايج يعني الجدد اللي تحتاجوهم انتم طبعا واللي ممكن تستفادوا منهم اكيد. صورتهم لكم. شوفوا درت تغيير في الصالون تاعي، وكنت قبل قلت لكم باللي حابه يعني حابه نصبغوا، ويعني كنت حايره في البنتوره اللي نديرها وش من لون وش من شكل. المهم عندي مده ونطلع ونهبط. فينالمون طحت على هذا الموديل اللي كنت درته في يعني هذا الديزاين وما شو اسمه. المهم اللي كنت درته في الكولوار، يعني هذا تاع اللوح هذا. يعني صراحه هذا اللي جاني هو اللي راه توندونس درك ماشي، وهو اللي كيما نقولوا فيه بزاف مميزات. اهمهم انه تقدري تخدميه وحدك في الدار، يعني ما تسحقيش خدام. الحاجه الثانيه ما يكلفش، يعني هذه الحاجه اللي مليحه، ما يكلفش. وحاجه يعني راه لسه توندونس وماشي، يعني ما يمكنش راح تكرهيها ثمثم، مش روح تسبغي صبغه بالملايين ومن بعدها تشوفيها عند وحده ولا زوج وتولي تصمات لك. المهم اليوم انا جيت نشرح لكم شويه، لانه كاين هذاك الفيديو نتاع الكولوار من درت من خدمت الكولوار، يعني دار حاله ما نكذبش عليكم، سواء هنا سواء في الفيسبوك سواء يعني يعني لقيتو شحال من جروب دائما يسقسوا على هذيك الخدمه كيفاش خدمه، ويحطوا تصاور يعني نتاعي تاع الكولوار، يعني كنت حطيته في واحد الجروب تاع ديكور وكلش. وجاتني مجموعه من هذاك الجروب دخلوا عندي ويسقسوا، وجاوني في الفيسبوك في الانستغرام. المهم كل يوم عندي نفس الاسئله تتعاود لي على هذه الخدمه. اليوم حبيت نشرح لكم شويه برك. شوفوا اللي قالوا لي كيفاش هذه ما كلفتكش ومنهم الهيه وما كاش من هذه راه خدمه تاع ملاين، والله صدقوني البنات ما تكلفش خلاص، لانه اولا تخدميها بيدك يعني حق الخدام ما كانش. حاجه ثانيه السلعه ماهيش يعني السعر تاعها مرتفع. شوفوا هذو لي باغيت هذو راكم تشوفوا فيه بلي راه ركبوا فيه نتاع اللوح، هذو تشريهم واجدين مخدومين كيما هكذا. شوفوا كاينين لي موديل تاع الخارج اللي يشروهم من الخارج ويجيبوهم ديجا جابوهم هنا في الجزائر وبداو يبيعوا فيهم، بصح ما عباش السعر تاعهم. شفت عند واحد في البليده يخدمها بلي كولار، وثاني تلقاو فيهم حتى الدوغي والارجنتي، يعني تاع قصور. ما نكذبش عليكم انا ما نقدرش نديرهم، ما نجيبش حاجه يعني فوق طاقتي وتكلفني اكثر من الشيء اللي كما نقولوا نقدر عليه. المهم انا رحت شريت هذو اللوحات اللي كيما نفسهم درت في الكولوار. هذو الوحده فيها 2 مترات ونص، يعني بالضبط 2 مترات و55 سنتيم. الوحده كانت دير 17000، وهذه المره كي شريناها لقيناها ب 20000، لانه زاد اللوح كما على بالكم كامل باللي اللوح زاد السعر تاعو، فهما اوتوماتيكمون زادوا. وهنا كما راكم تشوفوا ما نكذبش عليكم، هذه الخدمه جاتني شغل في وقت ضيق وزربه. بديت نخدم وانا كنت ديجا مانيش مهيئه كامل الصالون. اولا القش كان مزل فيه ما عنديش وين نحطه صراحه، يعني حتى ونخرج فوتي ولا صاله مونجي هذيك ما عنديش وين نحطها. يعني جبتهم برك بجهه وبديت نخدم، لانه هذه الخدمه ما فيهاش بزاف تمرميد، يعني ما فيهاش تراب ولا حاجه اللي راح توسخ لك الدنيا. برك تقطع كنا نقطعوا في البالكون ونجو نركبوا، يعني ما في حتى حاجه يعني اللي دير لك الفوضى. الحاجه الثانيه كما راكم تشوفون انا نحيت هذا الكادر، كان لاصق وكشر لي كامل الحيط. شوفوا انا الصالون تاعي كان لاباس به ما في حتى نقر، يعني ما فيش نقر نسحق لوندوي ولا ابار. هذه الجهه اللي كنت نحيت فيها الكادر هي اللي وليت تحتمت شريت على جالها لوندوي وخدمتها. وكاينه عفسه كنت درنا واحد الغلطه هكذا في حيط واحد اخر، اللوحه هذه ما ركبناهاش في بلاصتها ولينا نحيناها، لانه هذيك السيليكون اللي كنا نركبوا فيه يتيري ثمثم. كي نحيناها قلعت لنا الحيط ثاني، فزت لي هذيك الجهه، وليت كما قلت لكم تحتمت بلوندوي. هذه هي الجهه اللي كنت هاي ديجا باينه باللي مقشره، كنت تحتمت اني نعاود نخدمها بلوندوي. ابارسا يعني كانت الصالون تاعي نظيف، جوست يعني ركبت اللوحات وبنترتهم برك. هنا انا باش اللوحات نتاوعي باش ما يخرجوليش لي شوت قبل، كيلت كامل الصالون واش عندي ودرت الديزاين في راسي، يعني واش شكل الكادر اللي راح نلصقه في الحيط.
ودرت يعني القياسات باش لما يقعدوليش كامل لي شيت. يعني العلو تاع الكادر كيما راكم تشوفوه هو عباره عن هذيك اللوحه اللي فيها 2.5 على 2، قسمتها على 2، يعني درتها متر و27 متر و27 سنتيم باش ما يقعدوليش كيما قلت لكم لي شيت. ودرت جهه درت فيها كوادر كبار وجهه صغار، يعني حاولت اني نخدم ديزاين مليح، وكما قلت لكم رسمتها قد قد باش ما يقعد لي حتى لوحات فاضلين. كيما راكم تشوفوا هنا النوعيه نتاع السيليكون اللي ركبتها بها، كنت وريتها لكم في فيديو سابق تاع الكولوار. ثاني شريناها نظن 17000 في التيوب. وكي تشري كونتيتي اكيد راح ينقص لك، وحسب يعني كاين اللي يبيعهم ب20000، كاين كل واحد وكيفاه. وتشيري ثمثم يعني جست تركبيها وتلصقيها، ما تديلكش خلاص الوقت، وما تديش يعني ما فيهاش خدمه تعيي. حاجه واحده، اذا كانوا الحيوط شويه عوج كيما حنايا اصلا عندنا الحيوط شويه ماهمش على بالكم باللي تاع الباطيمات كيفاش مخدومين، هذاك فقط اللي ممكن تعييك. كما راكم تشوفوا هنا بعد ما كملت مركبتهم هنا راني نسقو فيهم. صراحه انا كنت مريضه ما عاونتش كامل زوجي، يعني صراحه خدم اغلبيه الحوايج وحده، كنت انا برك نكيلو ونديرلو القياسات يعني اللوحات القيس نتاعهم، وهو كان هو اللي يخدم وهو اللي يقطع. حاجه واحده نقولها لكم باللي في التقطاع، انا المره اللي فاتت ملي قطعت في الفيديو السابق تاع الكولوار ما كانتش عندي هذيك لاباراي اللي قطعوا بها. واحد اللوحه هكذاك مشتوني قبل نقطع فيها باش دلكم 45 درجه باش يجيكم اللوحات تاعكم قد قد. المره اللي فاتت سفريت في الكولوار في التقطاع، اما هذه ثمثم قطعتها. هذيك اللوحه تلقاوها عند اللي تقطعوا بها، تلقاوها عند الكنكايري، وهذو اللوحه الثانيه تلقاوهم عند الكنكايري، او تلقاوهم عند اللي يبيع اللوح، يعني اللي يبيع اللوح بالجمله، يعني يبيع هذوك اللاطات تاع اللوح تلقاو عنده هذو. كما قلت لكم السعر تاعهم راه دير 20000، وانت تشري حسب المساحه اللي عندك. انا صراحه هنا راني ركبت النص الفوقاني فقط، والنص التحتاني ما ركبتوش، على خاطر الجزء التحتاني البنات راح يتغطى بالمابل، ما تحتاجش انك تركبي فيه. بورتو كاين اللي دايرين لتحت والفوق، او يديروا الفوق وحده او يديروها كامل، يعني ما يقسموهاش على جزئين كما راكم تشوفوا، يعني يديروها كادر واحد من فوق لتحت. كاين بزاف لي ديزاين، تدخلوا يعني في الجوجل تبحثوا تلقاو الاشكال والالوان، وكل واحد يدير الشيء اللي يناسبه. انا صراحه هكذا الشكل هو اللي مناسبني، نحتاج الجهه الفوقانيه، وحاجه المليحه انه تمد لك منظر مختلف تماما للصالون تاعك، وما تحتاجش بزاف لي كادر. بورتو انا شريت لي كادر، كنت كومونديتهم ووصلوني، وكوموندي ثاني طابله، يعني عندي مده وانا نستنى فيها البنات. يعني الطابله اللي كنت انا مراسمتها في راسي، صراحه عطيتها هذه اللي خدموها لي، عطيت لهم الشكل، يعني هما اللي خدموها لي كما حبيتها انا. ثاني راح نشاركها معكم. وهنا راه خيتي اللي جاتني هي اللي غادي لي في الميناج، ما نكذبش عليكم انا قلت لكم يا مريضه ومانيش قادره يعني نخدم، والصالون تاعي ما نقدرش نسيقو. فيعني لازم برك نحك البلايص وين طاحت هذيك الصبغه وين طاحت، ونعاود ناسبيريه ونعاود نمسحو. كما راكم تشوفوا راه الدار يعني كما نقولوا حنايا تضرب تقلب. هنا دراري جاو لعبوا بهذاك اللوح اللي نحينا ليه، قصينا منه دوك لي شيت صغار دوك شكل المثلثات، قلبوا الدنيا. وانا صالون ما فرغتهاش، خليتها بالمابل تاعها ما عنديش وين نحطو، فيعني جبت المخاد برك حطيتهم هنا في الشومبره هذه، والصالون كملت الخدمه حتى خلاصت. يعني ما كنت نسبه غطيتهم بالدراوات، يعني فوتاي باش ما ليطاش ولا كش ما حاجه. يعني صراحه ما احتجتش يعني كما قلت لكم يعني باش نفرغها كامل. هنا البنات كما راكم تشوفوا هذه هي الطابله اللي كنت كومونديتها، تجي وحده داخله في خوتها. شوفوا هو الموديل اللي كنت شفتو عند اللي خدموها لي، هذه خدمتها لي شركه تاع عجابي، اللي كنت المره اللي فاتت صورت لكم لاتولي تاعهم، اللي رحت لهم لاتولي صورت لكم المابل اللي عندهم الداخل. انا كومونديت عليهم هذه الطابله هذه. صراحه هما كانوا خادمين وحده الحبه الكبيره فقط، ومعها هذوك لي طابل جيغون هذوك اللي يجوا معها ثلاثه. انا قلت له لا ما ديرليش هذوك لي طابل جيغون، دير لي وحده في وسطها خوتها هكذاك، باش اذا احتجت الزوجه نجبدها، واذا ما احتجتهاش هي داخله في السخطه، لانه على بالكم باللي صالون تاعي ماهوش كبير بزاف. وفي نفس الوقت هكذا تجبديها بين ذاك تعود عندك عرضه ولا عندك يعني ضياف بزاف، ولا تجبديها تمدلك لي تاع للطابله نتاعك. صراحه يعني خدمه ما شاء الله. الجهه التحتانيه هذيك تاع السودور هذيك تاع الحديد فينيسيون روعه البنات، ما تلقيش اونديري يعني مخدومه في مصنع، ماهيش مخدومه باليد، تهبل البنات صراحه. يعني خدمه ما شاء الله يعطيهم الصحه. نخليكم رابط الصفحه نتاعهم في صندوق الوصف، اللي تحب يعني تكوموندي، عندهم بزاف اشكال والوان وبزاف لي مابل كيما هكذا. وكنت يعني قبل وريت لكم يعني صورت لكم بعض اللقطات من لاتولي نتاعهم. ادخلوا عندهم البنات وشوفوا الموديل اللي يعجبكم اللي تحبوا تكوموندي. صراحه السعر تاعهم هذو برا واش راهم يتباعوا، يعني هذوك تاع لامبورطاسيون قد سعر هذو 3 خطرات ولا 4. يعني ما نكذبش لكم انا واحده من الناس ما نشريهمش بهذيك السومه، وكل واحد يمشي قدو. وهذو عجبوني 200 خدمه متقونه ما شاء الله.
المهم البنات هنا راح نوريكم حاجه ثانيه شريتها للصالون. هذو كنت كومونديت هذو لي كادر، ثاني واحد لي كادر روعه البنات. هذو كومونديت من عند صفحه في الفيسبوك، وكانوا يعني في العاصمه. هذو ملي رحت انا المره الاخيره للجزائر كنت جبتهم معايا وما وريتهمكمش فقط، يعني ما جاتش لوكازيون برك. هذه المره راني فتحتهم لكم كما راكم تشوفوا. صراحه والله خليتهم مسكرين حتى كملت الصالون تاعي باه فتحتهم. كنت كومونديت زوج لي طابلو، هذو زوج للشومبره نتاعي، والاخرين للصالون كما راكم تشوفوا درتهم بالدوري، ومن داخل ثاني مكتوبين بالدوري بهذا الشكل. يعني يجوا اشكال يعني ما مش بنفس الحجم ويتركبوا في الحيط مع بعضهم. صراحه يعني الحجم اللي كنت متخيلته اقل من هكذا، جاني حجمهم بزاف كبير وسعرهم ما شاء الله. درت على بزاف لي باج وهذه احسن وحده عطاتني السعر اللي يناسبني. والخدمه ما شاء الله يعني الله يبارك عليهم، خدمتهم كما نقولوا متقونه في الوقت. ثاني حخليكم صفحه تاعهم في صندوق الوصف، اللي حابه تكوموندي ولا تشوف بزاف لي موديل عندهم وتخدم على روحها. شوفوا البنات هذو راه مام اشهار ما والو، في زوج سلكتهم بصواردي. يعني ما تقدروا تقولوا يعني ما انا حاجه كتب متقونه وخدمه نظيفه راح نحكي عليها بلا حتى اخي دائما نقولها لكم. ولا عاد خدمه ماشي مليحه والله يعطوها لي باطل ما نهضرش عليها. البنات كما راكم تشوفوا هنايا، هنا راني جيت قال لي زوج تاعي ديري لي رشته سخف عليها، وكان عندي مورسو تاع الدجاج فقط طرحيته. درت له لي زيبيس. صراحه درت لي زيبيس نفسهم اللي نديروهم في لاصوص تاع الرشته، يعني درت لهم القرفه وكيما نديروا في لاصوص نتاع يعني ما دوزنتهمش كيما مالف يعني بلي زيبيس العاديين. حبيتهم يعني يكونوا نفس لوغو نتاع لاصوص. رحيتهم في الروبو، ما درت لهمش البيض، درت لهم لا شابلي فقط. وكما راكم تشوفوا هنايا درتهم دوائر وقليتهم ومن بعدها لحتهم في لاصوص يبنوا لي لاصوص نتاع الرشته تاعنا. كنت شاركت معكم الرشته من قبل مش اول مره. كما راكم تشوفوا انا دائما كي عندي صدر تاع الدجاج يعني انا نحب نديرها بلي كويس، وكي ما عنديش لي كويس نديرهم بهذا الشكل باش ما يجينيش الدجاج نتاعي ناشف. وهنا البنات نتشكر كل وحده فيكم سقسات عليا في هذه المده، يعني في هذا الغياب. كثر خيركم البنات والله صراحه يعني صدقوني حسيت روحي مانيش وحدي، عندي يعني احبابي وعندي ناسي اللي سقسوا عني واللي يعني يسالوا عليا صح بدون حتى مصلحه. يعني الشيء اللي بيني وبينكم ما عنده حتى مصلحه، تحبوني هكذاك لوجه الله. يعني نقول لكم كثر خيركم، ربي يحفظكم ان شاء الله، ربي يعطيكم ما تتمناو، وان شاء الله ربي يقضي ما في قلوبكم ويخليكم دائما ليا، وان شاء الله يعني ما نغيبش عليكم كامل. الصراحه يعني من داك تجيك ظرف الله غالب، دائما نقول لكم ما نغيبش ونحتم نتولي ونولي نغيب عليكم. معليش ان شاء الله هذه الايامات نحاول اني نكون معكم بشكل دائم. يعني مازال الجزء الثاني للصالون يعني ما صورتها لكمش كامل، ان شاء الله نكمل الشيء اللي ناقص ونصورها لكم يعني فرد مره تشوفوا كامل جوله فيها قبل رمضان ان شاء الله تكون كملت. ولا بالكم باللي كملت الشومبره نتاعي والشومبره تاع الدراري برك باش نحطهم مانيش عارفه من ذاك نقول الوقت مش مناسب، الناس كلها هي برمضان وتحضيرات رمضان ومانيش عارفه نقول نوخرهم شويه. المهم البنات كما راكم تشوفوا هنا كملت الرشته نتاعي، يعني حطيتها بشكل شويه عصري هكذاك بطبق فردي كما راكم تشوفوا، يعني كنوع من التغيير فقط. كما راكم تشوفوا البنات انا رانا قريب نكملوا الفيديو، وراني من اللي بديتو وانا نهضر ما سكتش خلاص. صراحه راني انا متوحشتكم، يعني عندي هذه تقريبا 8 ايام ولا 9 ايام ما حطيتش فيديو، ما هضرتش معكم. تقدروا تقولوا ما هضرت مع حتى واحد، انا اصلا يعني هذه المده كنت كما نقولوا لاتيه بروحي فقط. البنات هنا جينا نهايه الفيديو، ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم، وان شاء الله يعني تكونوا يعني استفدتوا من هذا الفيديو، وان شاء الله يكون غيابي هذا ما اثرش على القناه، لانه القناه دائما كي نغيب ونرجع تهبط لي بزاف المشاهده. بصح معليش ولا غير رجعت على جالكم كاين بزاف يدخلوا يوميا للقناه ويدخلوا اسكو حطيت فيديو ولا ما حطيتش، والله يعني يكتبوا لي تعليقات نحس صح بالمسؤوليه تجاههم، نحس روحي راني مقصره. المهم البنات هنا راني جيت نهايه الفيديو، خليتكم في رعايه الرحمن، والى اللقاء في فيديوهات قادمه باذن الله.